ولادي طلبوا الأكلة دي، وأنا طبعا مع غلو الأسعار اللي انتوا شايفينه ده قررت أعملها في البيت. أكلة النهاردة هي ستريبس الدجاج بمكونات بسيطة جدا من البيت. اعملي أحلى أكلة وفرحي العيال، وتنفع معاكي لسندوتشات المدارس. تعالوا علشان ما اطولش عليكم نشوف المكونات بتاعتنا. من ربع كيلو بانيه وشوية بطاطس عملنا أحلى وجبة وفرحت العيال. زي ما انتوا شايفين كده شكلها بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتنا. جبت ربع كيلو من البانيه، قطعته شرايح كده زي ما انتوا شايفين، شرايح رفيعة. وللتوابل عندي هنا زعتر، فلفل اسود، ملح وكمون، وعندي كاتشب، وعندي مستردة علشان نتبل بيها الفراخ بتاعتنا. هنزل بقى بالمكونات دي كلها مع بعض في طبق واحد، وادعكها مع بعض شوية واسيبها لمدة ساعتين. زي ما انتوا شايفين الشرايح كده. عايزة تقطعيها ارفع من كده قطعيها، بس انا شايفة ان هي كده عرضها حلو. هنزل بقى بالمكونات بتاعتي في الطبق. على فكرة الربع كيلو البانيه هيرمي معاكي كتير. عايزة تكبري الكمية وتشيلي منها في الفريزر، هتوفر معاكي وقت ومجهود. بس اللي انتوا شايفينه ده قدامكم ده ربع كيلو من البانيه. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. هنزل بنص كمية التوابل بس، علشان بقية التوابل هنشوف هنعمل بيها ايه بعد كده. هنزل بالكاتشب والمستردة. على فكرة المستردة بتخلي طعمها تحفة، بتودي الأكلة في حتة تانية خالص. هدمج بقى المكونات دي كده كلها مع بعض كويس قوي. وياريت تسيبيها كده على الأقل ساعتين علشان تشرب التوابل بتاعتها. تعالوا بقى نجهز العجينة اللي هننزل بيها. هننزل فيها بالقطع بتاعتنا. عندك هنا دقيق، وهنزل عليه ببقية التوابل. نقلبهم كده تقليبة كويسة مع بعض. حطيت عليهم نص معلقة بيكنج باودر علشان تبقى هشة كده معاكي وما تبقاش مكتومة. دي عندك مية فيها تلج، خلي بالك من التركة دي، لازم المية تبقى متلجة. نبتدي بقى الخطوات بتاعتنا. هناخد قطع الفراخ وهننزل بيها في الدقيق، وبعد كده في المية المتلجة، وبعد كده ترجعي للدقيق تاني. حاولي ما تكبسيهاش بالدقيق علشان تطلع شكلها منعكشة كده معاكي زي اللي بتجيبيها من بره. هنزل بقى بيها في المية المتلجة، وبعد كده ارجع للدقيق تاني. ولو حبيتي تعيدي الخطوة دي كذا مرة عيديها، بتدي طبقة كويسة قوي على البانيه.
شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ طبعا عندي الزيت مسخناه على النار، بس على درجة حرارة مش عالية قوي، على درجة حرارة وسط. ودلوقتي حبايبي اهو عندك الزيت، ونزلت بالقطع بتاعتي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ جاهزة يا جماعة والله. مقرمشة وجميلة، تستحق فعلا ان انتوا تجربوها في البيت. صفي بقى من الزيت وطلعي على المناديل بتاعة المطبخ علشان تاخد اي بواقي زيت عندك. شايفين يا جماعة الربع كيلو بانيه عمل كمية معاكي قد ايه؟ حاجة يعني بسم الله ما شاء الله، يعني عملتي وجبة عشاء او وجبة غدا من ربع كيلو بانيه. حاجة بتتباع بره بمبلغ وقدره طبعا انتوا عارفين. عملتيها في البيت وبأقل مكونات، كل المكونات كانت عندك في البيت تقريبا. جنبها بقى شوية بطاطس، شوية كاتشب، شوية مايونيز. يعني عملتي وجبة. احلى وجبة للعيال وفرحتيهم، وهتبقى معاكي حلوة جدا لسندوتشات المدارس. زي ما قلتلك ممكن تعمليها كده وتفرزيها وتطلع على القلي على طول. يا رب وصفتنا النهارده تكون عجبتكم يا حبايب قلبي. عملنا جنبها بقى شوية بطاطس، ايه عسل. يا رب الوصفة بتاعت النهارده حبايب قلبي تكون عجبتكم. ما تنسوش لو الوصفة بتاعتي النهارده عجبتكم تعملوا لي لايك، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. وما تنسوش يا جماعة اللايك بيرفع لي الفيديو، الله يخليكم. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي ان شاء الله.